فريق العمل مهم جدا، من العامل الاساسي اللي طبعاً. بينجح يومك. لازم تخلي بالك قوي ان ممكن واحد من فريق العمل يقع مكان كبير جدا. اكيد طبعاً. طبعا. فلازم يعني بعنايه شديده تختاري فريق العمل. الحمد لله السيزون ده برضو زي ما انا بقول لك في حاجه مميزه منها فريق العمل الحمد لله على اعلى مستوى. انا هخاف اقول اسم حد انسى حد تاني بالظبط. كلهم بيزعلوا مني. لا احنا هو معانا طبعاً استاذه أي- تليد المنسق العام للمهرجان، تقريبا مع حضرتك ال3 سيزون اللي فاتوا. 2 سيزون وده التالت ان شاء الله. وده الرابع، يعني ده التالت ليها هي. آه. استاذه تليد قولي لنا أهلا بقى ايه وسهلا. الكواليس بقى اللي عندك. طبعا انا مبسوطه اني معكم مع انت سيدتين منورانا هوانم والله جميلات. ومشرفاني، انت اللي أهلا هانم وسهلا. والله. اول شيء طبعا انا بشكر مستر احمد انه اتاح لي الفرصه هاي اني اكون معاه طبعا في سيزون ان شاء الله العمر كله، يعني كل النجاح. هو استاذي وحكى فعلا نقطه مهمه جدا، حكايه اي حاجه بتحصل قبل هيك الباك ستيج طبعا هو بناخد بالنا منها طبعا. وحضرته بيوظفنا كل واحد مكانه. يعني ممكن انا مثلا اكون عايزه حته انا مش فاهمه هل هسد فيها ولا لا، هو بيقول لي لا انت تسدي هنا. ما فيش حد بيقدر ينجح لوحده. اكيد طبعاً. فهو هو فعلاً فريق العمل علمنا النقطة كله هي. اللي بينجح العمل نفسه. ده حقيقي. مفيش واحد بينجح لوحده. لا طبعا. ده حقيقي، وفعلا فريق ما شاء الله قوي. يعني المهرجان مميز لانه حضرته بيركز على نقط كتير مهمه دقيقه. انا كتريد يعني اعلاميه اردنيه بيهمني انه الوطن العربي كله كمان يشوف هذا النجاح، طبعاً، مش طبعاً. بس في مصر. فالحمد لله انه الفرصه هاي موجوده فعلا في مهرجان الصخره.